عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء كلامك طلع صح، نظرتك صح يا مدام هناء في الناس. ده كان ترند. تعالي شوفي حصل ايه جديد. حمدي رايح يصالح محمد، حمدي مسافر رايح الامارات لمحمد. ده ايه ده بقى؟ حمدي دلوقتي طالع ومحمد بيرد عليه. حمدي بيقول دلوقتي هو مسافر في طريقه الحسن، هيركب الطيارة، وان اهل بيته محدش يعرف، لا بابا يعرف ولا مامته ولا مراته وفاء تعرف ولا اي حد في الدنيا يعرف هو رايح فين. هو رايح يركب الطيارة ويوصل لايه؟ لحسن، قصدي لمحمد. ومحمد بيرد عليه بيقول له اهلا وسهلا في بيت اخوك، بس انت فك الحظر اللي انت عامله لي عشان اقدر ابعت لك اللوكيشن بتاع البيت واستناك في المطار. ايه ده؟ ايه ده الصلح جري كده من غير اي سبب، من غير اي مقدمات، من غير اي حاجة؟ حمدي رايح لمحمد بعد كل اللي حصل ده؟ والله يا مدام هنا انت طلعتي ما شاء الله عليكي، قلت ده ترند، وفعلا فعلا ترند. ما فيش اي مقدمات، ما فيش اي حاجه. هو احنا بنتمنى الصلح طبعا، ان هم يبقوا كويسين مع بعض، ما نتمناش ان الاخوات يتخانقوا مع بعض او يبهدلوا بعض او الام تغضب على ابنها، لا طبعا، لا طبعا. بس اكيد لازم كل حاجه ليها سبب. ايه بقى الجديد اللي حصل سبب الصلح؟ يعني نمتوا وصحيتوا حمدي كده لبس وخد بعضه من غير ما يقول لحد، ومسافر لاخوه على يركب الطياره ورايح لاخوه محمد على المطار عشان يتصالحوا؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ دي حاجه غريبه قوي قوي. يعني طب نهال هيقابلوا نهال ازاي؟ يعني تفتكروا حمدي لما يقابل نهال وهي بعد الفيديو اللي نزلوه وهي مسحوله كده ومضروبه قدام العالم ده كله، طب هيقابلوها ازاي وهم بيقولوا عليها ان هي عاملين لام حمدي، لام محمود عاملين لها سحر؟ هيقابلوا آلاء ازاي بعد ما قالوا عليها ان هي، اللهم صل على النبي، الواحد والله الواحد مش عارف يقول ايه. هيقابلوا سيبنا من آلاء، يعني هيقابلوا محمد ازاي بعد ما قالوا عليه حرامي؟ طب هيقابلوا آلاء ازاي تاني بعد ما قالوا على اهلها نسب يعر؟ وهل آلاء من جواها؟ طب قول محمد اخواته قطعوا بعض اخواته، طب مرات اخو آلاء دي هتبقى من جواها صافية ومسامحة ان على اهلها يتقال عليهم نسب يعر؟ ان امها وخالتها عملوا عمل سحروا لهم؟ والله الواحد ما مصدق، الواحد ما عارف يصدق مين ويكذب مين. بقت حاجة غير حبايبي. الكل استفاد من اللي حصل ده، عيلة حوارات كلها استفادوا. حمدي استفاد، حسن ونهال استفادوا قنواتهم مشاهدات، محمد نفسه استفاد وجات له مشاهدات وجات له ناس اشتركت كتيرة في القناة، ام محمود استفادت بالقناة اللي عملتها، اهل آلاء نفسهم استفادوا، حتى اهل حسن، اهل مرات حسن كمان استفادوا. كل عيلة حوارات وحبايب حوارات كلهم استفادوا، كله استفاد بالمشاكل اللي حاصلة دي، بس استفادوا بالمشاهدات اللي هي طالعة على سمعة العيلة. مهم التعليقات كلها راح الحمدي بيشكروا في حمدي جدا جدا، انت بطل، مطلعينه بطل، يعني بطل عظيم ان هو رايح يصالح اخوه. يعني محدش قال له ان انتوا اللي انتوا عاملينه ده ترند وما يصحش وعيب، وازاي تبهدلوا بعض وازاي تشتموا بعض وازاي تطلعوا مرات اخوكم بشعرها عريان كده وهي بتنضرب. محدش قال لهم عيب يعني انك تطلعوا اخوكم حرامي والحاجه تطلع ابنها حرامي. محدش قال الكلام ده خالص، كل الناس مطلعين حمدي ان هو ما شاء الله عليه بطل الابطال. يعني صراحة أنا ما بقتش عارفة أقول إيه، ولا صدق مين ولا كذب مين الصح ومين الغلط. هل ده ترند بجد؟ هل ده كان فيه مشاكل وراحت؟ طب إيه سبب أنا مش عارفة. يعني مش، طب لما أنت هتصالحهم يا حمدي ما قلت لهمش ليه يجوا يحضروا السبوع بتاع بنتك؟ والله ما بقيت عارفة. والله يا مدام هناء
برافو عليكي، برافو عليكي انت. انا ما شفتش حد قال ان ترند غيرك انت يا مدام هناء. يلا يلا يا بنات بقى، عشان الواحد صراحة مش عارف يقول ايه. يلا يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.